يتعنت على الناس، يتعالى على الناس، ثم ناصروا ظالما او مظلوما. هذا غلط، هذا احنا ضد، احنا في اتحاد شغل ضده هذا، ونعتبروه هذا يرجعنا الى مربع الاستبداد والى مربع الاستكانه، طلب بالاستكانه واذلال الشعب. من حقه مواطن هو يحس روحه مفقر، يحس روحه مهمش، ويزيد يجي يتطاول عليه المسؤول. يعني هذا لون من الوان الاذلال لابناء شعبنا اللي نحن كاتحاد شغل من حقنا ومن واجبنا ومن مهامنا. وفي باب التعريف والاهداف الاتحاد العام للشغل منظمه وطنيه ديمقراطيه تدافع عن العمال بالفكر والسعه وتعمل على مناصره. هي نحن من مهام الاتحاد ان ننصر حتى قضايا التحرش العالم، مش باش نناصر نحن قضايا ومشاكل وهموم ابناء شعب. احنا كانوا احنا في فتره الانفلات وفتره السلطه، معناها كنا ملاذ، كان اتحاد شغل ملاذ للتجار وللفلاحين وللتاكسيات والغير سيد احمد الناس الكل كانت تجي باش تحل مشاكل الاتحاد. واضح. يعني سيد احمد متهم الناس اللي موجودين تو في السلطه هما في وقت من الاوقات كان ملاذ لهم الاتحاد. العفو التشريعي العام عملت عليه اجتماعات داخل الاتحاد العام للشغل من اجل تفعيله، من اجل معناها بحث اليات تنفيذ ونسيت سويت. دونك ما تستغربش أنا نستغرب حقيقة من اللي يستغرب من دور الاتحاد العام للشغل. راهو شريك ثاني في البلاد، راهو أقوى من الأحزاب وأقوى من التنظيمات وأقوى من المنظمات وانديبوندون. سيد أحمد شافعي هذا كل نعرفوه تكلمنا عليه برشا. سيد أحمد حاجه اخرى نحب اشاره اخرى. سيد احمد نسمعوا بعضنا. سيد احمد عندي برشا اسئله خاطر باش نسالهم لك وما عادش عندنا وقت، قعدوا اقل 3 دقائق. كان تحب تضيف الفكره هذه تختم بها؟ عندي سؤال خاطر حاب نساله لك من بعد. ضيف الفكره ما يسالش باش ما نضيعش. الفكره هذه هي كونه في التعاطي مع اتحاد الشغل اللي لاحظناه احنا منذ حلول السيد والي سليان الجديد. معناه احنا اللي لاحظناه انه حتى في دعواتنا احنا رئيس الجمهوريه معناها جاي في زياره لسليانه، يقع استدعائنا قبل معناها بضع ساعات، يجوا وزراء يقع استدعائنا قبل بضع ساعات، تجي معناها مناقشه الميزانيه التكميليه يقع استدعائنا قبل بضع ساعات، 4 ولا 5 ولا 10 ساعات على اقصى تقدير. نهارات كيف يقع توجه لنا استدعاء للحضور في معناها النظر في مشاريع ميزانيه 2013 معناها قبل بضع ساعات. معناها احنا ما نتسائلوا ندرى احنا كاتحاد جهوي منظمه فيها 13,000 مخرط تقريبا، عندها تقريبا 13,000 في سليانه، معناها هيكل نقابي 13,000 في سليانه. سيد احمد عندنا ديزورغانيغرام ممكن حتى لامتداد شهر. معناها كي تجي تستدعاني اليوم انا غدوه سيرتنمون عندي ديزونجاجمون، مكتب تنفيذي كامل تلقاه احيانا عندي ديزونجاجمون، ما تلقاش شكون يحضر لانه ما عندناش ترتيب باش نجموا، خاطر عندنا التزامات مع ناس. هذا دون بار. دوتر بار انا كي تستدعاني في جلسه نتاع نظر في ميزانيه واحنا كاتحاد شغل مسؤول ويحب يكون شريك فعلي ويحب يكون طرف في الاثراء ويحب يكون طرف في الاضافه، كي تستدعاني قبل بساعات يعني انا مش نكون ديكور، يعني مش نحضر باش نصادق، لا عندي معطيات، لا عندي ريفليكسيون انا على اللي باش نقدمه، لا عندي معناه تصور واضح. لا يعني يلزم نورمالمون انا نتسائل معناها هل اني الولايه تخدم بلاش بلانينغ نتاع شنو اللي عندها باش تخدم على امتداد شهر ولا امتداد شهرين ولا امتداد على الاقل اسبوع. يعني انا كتوجه لي استدعاء لمناقشه ميزانيه ولا لمناقشه مشاريع ولا اقتراح مشاريع في ميزانيه، يعني لازم تعطيني مجال على الاقل اقل شيء اقل تقدير اسبوع. احنا على قسم دراسات في الاتحاد العام للشغل واحنا جهه مسؤوله، كيف نقدموا اشياء نقدموا اشياء مسؤوله ونقدموا اشياء اللي تضيف حقيقه وتنبني على معطيات حقيقيه وتكون معناها بناءه بالفعل. رغم اللي عندنا تباينات احنا مع التوجه العام للحكومه من خلال لوائح الاتحاد العام للشغل ومن خلال ادبياته اللي قديمه حتى مش حتى تو احنا نشوفوا التوجه الليبرالي اللي ماشيه فيه الحكومه يتعارض تماما مع توجه الاتحاد العام للشغل، وما ينجم نفس الاسباب ما تنجم تولد كنفس النتائج. يعني التوجه الاقتصادي العام اللي ماشيه فيه الحكومه هو، وربما لو كان تسمح لي لو الوقت ربما ما يسمحش كان نجم نعطيك حتى ابيرسيو على كيفاش نتصوروا احنا التنميه تكون حقيقه في جهه. والله سيد احمد انا ماذا بيا خاطر مالوغوزمون بالتليفون ديما المشكل ما نجموش نسمعوا بعضنا بالكدا. سيد احمد حبيت نسالك كمان انتوما شنو مطالبكم كي باش تقفوا اليوم قدام الولايه؟ معناتها بكل وضوح الافراج الفوري على الموقفين هذوما فقط. أنا مطلب ثاني موجود ووجهناه للسلطات في لائحه قديمه. احنا عندنا موقفين على خلفيه احداث افريل 26 افريل 2011. الاحداث هذه وقعت في ظروف معينه من اجل التنميه في ظرف ثوري، في ظرف نتاع احتقان على غرار جهات عديده. صحيح توجد فيها دي ديغا، صحيح توجد فيها دي ديبورتمون كذا، وربما الناس اللي موقوفين تو حسب سليانه وحسب اهالي سليانه الناس عندنا تو 14 موقوف.
في سليانة الأغلبية تشهد أنهم هذم أبرياء، وأن الناس اللي عملت لي ديجا واللي حرقت هي ناس وافدة على سليانة وما هيش من أبناء سليانة. للأسف الشديد وقعت مداهمات ليلية، وقع إيقاف مجموعة من أبناء الجهة من على أساس أنهم فاهم أغلبهم عندهم سوابق وكذا، رغم اللي نحن عندنا شهود وعندنا إثباتات وعندنا أهلنا في سليانة يقولوا لي هما أثناء الأحداث هذيك في ليلة الأحداث وفي مساء الأحداث ما كانش موجودين في سليانة أصلا، مش موجودين في سليانة المدينة، موجودين معناها في أماكن أخرى خارج سليانة المدينة. وقعت مداهمتهم، وقع إيقافهم. الملف هذا إلى حد الآن مفتوح، ملف مسيء حقيقة. احنا بيدنا محرجنا يوميا، العباد تجينا وتحتج علينا وكيفاش الاتحاد وكيفاش ما الاتحاد. وكما تعرف الاتحاد الغالب ملاذ، مش الله غالب، هو شرف الاتحاد، شرف عظيم للاتحاد. الاتحاد ملاذ لكل من يشعر بالحيف وكل من يشعر بالظلم من أطراف اجتماعية، من كل فئات المجتمع، من المهمش إلى المفقر. إذا هذوما هما زوز المطالب الأساسية. الأطراف السياسية التجأت للاتحاد. هذوما زوز المطالب الأساسية فقط. هذوما زوز مطالب. هو المطلب الأساسي اللي عندنا تو هو مطلب اللي نحبوه تو، يقع الإفراج على الموقفين هذا، ونتمنوا ونتصوروا أنه معناها مش حاجة صعيبة، لأنه خاصة أنه علمنا أن السيد محمد قدم تنازل على الشكوى، ونعتبره خطوة إيجابية. وقتها صار التنازل هذا حاجة إيجابية نعتبرها إيجابية. وقتها صار التنازل هذا. قدم تنازل على الشكوى، ويسعى السيد الوالي ويتفهم السيد وكيل الجمهورية ويتفهم القضاة الوضع في الجهة، ويكون معناها التعاطي معناها تعاطي إيجابي. احنا ماذا بينا ربما نثمنوا حتى الخطوات الإيجابية نثمنوها، راهو ما عندناش مشكلة مع حتى حد، بالعكس احنا وقت تنزل سيد المعتمد. نحب الحوار البناء. سيد المعتمد وقت تنزل هو مطلب هذا، وربما مش تترتب عليه ومش نتمسكوا به بأكثر الحاح، لأنه حقيقة ثم مظلمة مسلطة على أبناء جهة سليان. الناس موقوفة من عام ولا عام واضح. سيد أحمد هذا مازلنا حكينا فيه ونعرف فيه برشا حيف صراحة تامة. سيد أحمد كان ما يقبلوش المطالب هذوما، أولا بالله بما أنك تو سمعتني المعتمد وقتاش قام بالتنازل نتاعو، ثانيا كان المطالب هذوما ما يتحققوش شنو باش يصير؟ يظل عندكم مبرمجين أضراب عام على 3 معتمديات بالنسبة بعد غدوة. قرار المجلس المحلي هو باش الناس تفهم، العباد تفهم اللي هو مش قرار فردي نتاع المكتب التنفيذي ولا نتاع شخص ولا نتاع، هو هذا قرار تاع مجلس محلي يضم النقابات، الهياكل النقابية للمعتمديات الثلاث، مكثر كسرى والروحية. القرار هذا فيه زوز مراحل. فيه المرحلة الأولى أنه اليوم يدعو، هما عملوا دعوة لكل النقابين في الجهة، نقابيين، نحن دعوة موجهة للهياكل النقابية والكل الهياكل النقابية والمتعاطفين مع الهياكل النقابية، واللي يحب ينخرط في الاحتجاج السلمي اللي نشدوا ونهيبوا أهلنا ومواطنينا وإخواننا في سليانة أن يكون وقفة احتجاجية سلمية لا غير. وإن شاء الله احنا مش نوفروا ضمانات في أنه في اتجاه أنه ما يقع حتى ديبوردمون، ونطالبوا الطرف الآخر طرف السلطة والأطراف الحاكمة أنه ما يقعش استفزاز، لأنه المرة فاتت اللي حصل المرة فاتت أنه وقع استفزاز كبير، وكانت نتيجته معناها وهبطناها في بيان سامحني باش نعطي لمحة على المسألة هذه. وقع استفزاز من أحد المقربين معناها يسموه مدير مكتب سيد الوالي، ونستغرب في الخطة ذي والوظيفة ذي ما سمعناهاش قبل، ما نعرفش، أنا أول مرة نسمعها. يقولوا لي كونه السيد هذا مدير مكتب سيد الوالي، ويتهموا أطراف بأن يحرض ضد وكذا، لكن الوقائع تثبت اللي كونه هذا قام باستفزاز أبناء مكثر المحتجين أمام الولاية، ثم قام باستفزاز أبناء سليانة، وقال حتى كلام نابي على أبناء سليانة، كيفاش ولاد سليانة ما يواجهوش ولاد مكثر اللي جايين يحتجوا قدام الولاية، وكأن هي فيها دعوة حتى للفتنة بين أبناء سليانة وأبناء مكثر اللي همهم هم واحد، ولا فمش حتى فرق معنا حتى فرق، نحن بين حتى شبر في تراب تونس الكل، مش كان في سليانة ومكثر. هذاك اللي خلى ولاد سليانة يحتجوا عليه، وربما تعرض للعنف للأسف الشديد. حد يحمل المسؤولية أحد المسؤولين النقابيين اللي حاضرين واللي بشهادة الجميع كان بعيد عليه وما مسوش وما دارش به أصلا. حد يحمله المسؤولية وحد يقدم بقضية، ديما استهداف الاتحاد واستهداف المسؤولين النقابيين. لكن نقولوا لهم اللي كونه راه المسؤول النقابي عنده شكون يحميه، وعنده جهات وراه تحميه، وعنده هيكل وعنده اتحاد عام يحميه، بحول الله ما ينجم حد وما ينجم يضر حد. القرار الاتحاد المحلي، مجلس المحلي، هو إذا كان
اليوم ما تقعش الاستجابه للطلب هذايا معناها كوا مش ضغط معناها هو اما تفهم الوضعيه، وخاصه ان الاجراءات الجانب الاجرائي قضائيا وقانونيا مع حسب المحامين وحسب الناس اللي وصلونا انه اليوم نجم يقع الافراج عليهم الخينا ذم، وعندنا امل كبير في الاتجاه هذايا، وهكا على الاقل ننزعوا فتيل الاحتقان ونعالجوا المسائل الاخرى، لان المساله مش كان هذه احنا طالبين معالجه اسباب التوتر. يعني معالجه اسباب التوتر ثم جوانب اقتصاديه، ثم جوانب اجتماعيه لازم النظر لها، ثم جوانب تعاطي المسؤولين. مش انا نجيب على خاطر عينت مسؤولك خصوصي. سيد احمد نحونا في الجهه مسؤولين اكفاء حقيقه. سيد احمد الشافعي متفاهمين الاوضاع وجابوا مسؤولين لولاءات الحزبيه، احنا قبل انتفضنا على الولاءات الحزبيه. واضح. سيد احمد بالله سيد احمد كان نسمع بعضنا. سيد احمد عندنا اضراب عام غدا في جنوب الولايه، ومعناها من بعد مش ندعو الهيئه الاداريه الجهويه للانعقاد، واللي تراها الهيئه الاداريه الجهويه هو اللي باش نمشوا فيه طبيعي. واضح. معناتها الاضراب العام هذا بعد غدوه مقرر، كان اليوم ما توصلوش تحبوا عليه 100% يصير اضراب عام بعد غدوه. هذا قرار مجلس محلي، غدا مش كنا غدوه ولا الاضراب مش بعد غدوه مش كون اضراب. قلت بعد غدوه اكثر والكسره والروحيه. واضح. وهذا كان ما توصلتوش اليوم يتحبوا عليه. واضح جدا. احنا ما نتمنوا انه اليوم تتفضل المشكله، نتمنوا. واضح. نطلبوا من الاطراف المعنيه ان يتعاوننا في الاتجاه هذا. واضح. وفي الختام سيد احمد قبليك والله لفت انتباهي معناتها هكا حبينا ناخذ فكره كي قلت معناتها عندكم تصور للتنميه في سليانه كانت تنجم فريمون تعطينا في نقاط خاطر ما عادش عندنا وقت، هو الوقت عديناه دونك كانت ممكن في دقيقه معناها مش نعطيك 3 محاور عامه معناها المساله ذي معناها للوضع الاجتماعي اللي موجود تو، استيعاب البطاله وتلطيف المقدر الشرائي نتاع المواطنين. احنا عندنا مشكله في البنيه الاساسيه. انا يمكن معناها لو كانت تجي تعب السليانه تشوف وحدك اللي كونه الوضع وسيء جدا في مستوى البنيه الاساسيه، يعني بنيه اساسيه لازمها تدريب ولازمها تتعدل ولازمها تتصلح ولازمها كذا. ثم جانب ثاني في اطار تصور عام، احنا نعتبروا انه معناها باش تحل المشكله حقيقه سليانه جهه فلاحيه وفيها عندها مقدرات فلاحيه كبيره، وكانت في وقت من الاوقات مستوعبه ابنائها، وكانت في وقت من الاوقات عنصر معدل حتى في سوق الاستهلاك اليومي، في اللحم في الخضره في الحليب في غيره في غيره في غيره. مع التفويت ومع لاجيست مصر ابتلال من الثمانينات، واذا كان نحكوا على ثوره على مسار ثوري يلزم القطع مع الاساليب القديمه. انا بين قوسين المره اللي فاتت سمعت وزير املاك الدوله يحكي على الثوره والثوره المضاده، والله لو كان معناها يكون هو من عوامل الثوره حقيقه يحل ملفات التفويت في املاك الدوله، وهذه رساله نوجهها له عبر امواج اذاعتكم، انه يحل ملف التفويت في املاك الدوله بدءا من الكونفور وهو جاي. اذا كان يحكي على ثوره حقيقه هو كان ضيفي هوني في اكسبريسو في املاك الدوله يحل ملف فما باش يحل ملف في الاراضي تم التفويت فيهم تحل ديجا فلاحيه كبيره. لو كان تقع مراجعه استغلالها بإرجاع للدولة مكانتها، بإرجاع لوطيدي لمكانته، تو حتى سوم اللحم في تونس كاملة ينخفض، تو سوم العلوش ينخفض، تو سوم الحليب ينخفض، تو كل شيء ينخفض. واضح. يصبح معدل حتى للسوق هذا في مستوى التنمية، وقادرة باش تستوعب أعداد هامة من البطالين في الجهة هذا في مستوى فلاحي، في مستوى معالجة البنية التحتية. عندنا تصور آخر في أنه توجد قطب تكنولوجي في سليانة، بوركوا با قطب صناعي. ثم جوانب عديده معناها عندنا فيها دراسات، وعندنا بالمناسبه ندعو كل المجتمع مكونات المجتمع المدني. عندنا يوم احنا عندنا دراسه حول التنميه قام بها الاتحاد العام التونسي للشغل. الدراسه دي بخبراء جاهزه وفيها تصورات وفيها حلول حول التنميه في جهه سليانه، اشكالياتها واليات معالجتها. عندنا لها يوم اعلامي يوم 7 سبتمبر من تحت اشراف الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وهذا تصور جدي وما ثماش عقده. نتصور الحكومه هذه بورقيبه ما كانش عنده عقده في انه التجا للاتحاد العام التونسي للشغل وخذ من عنده برنامج اقتصادي واجتماعي. ما نتصورش كان الحكومه هذه تكون عندها ضروري من الضروري ان ما تكونش عندها عقده في اني تلتفت للاتحاد اللي حقيقه عنده دراسات قيمه. واضح. شكرا سيد احمد شافعي كاتب عام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل بسليانه. وتوا نتابعوا شنو اللي باش يصير اليوم، وكا نعرفوا كان غدوه فما اضراب عام بسليانه بالتحديد في مكثر كسرى والروحيه. شكرا. يعطيك الصحه. يعيشك. يعيشك. Expresso.